السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم خافه نزربان، حبيت نتقاسم معكم هذه الفطيره المحشيه سهله واقتصاديه. تفضلوا معايا شوفوا واش نسحقوا. هنا نسحقوا لي شالوط. شتو كي نشورو بصل شالوط هذاك دائما يقعد لنا، يعني هذاك الراس الفوقاني مع هذاك الخضر. المهم تنقوا هذاك هذاك الخضر تنقولو كامل، هذاك اللي يجي خشين بزاف. يعني اللي كنا نرموه حنايا نقتصدوه نديرو هكا. نشدو، انا كنت خبيتهم كل ما ندير البصلات هادوك نسحقهم كيما راكم تشوفوا مع هذاك الخضر. درتو رحيتو هنايا في الاشوا في نيميرو ما ترحوش يعني في الدو ولا تخوا. وسحقيت نص صدر تاع الدجاج، قطعته اون بتي دي. درت الزيت في المقله تاعي حتى سخن بيان، من بعد رميت هذاك البلون بولي تاعي يتحمر. نخليه حتى يتحمر بيان هكايا باش نرمي لي شالوط تاعي. أه بون انا هنايا درت والله ما على بالي شحال، مي المهم شفتو شويه هكا دي شالوط ودرت معاهم بصله كومبلي باش تعطينا الكو. درت لهم شويه ملح، حوالي مغرفه صغيره، وشويه فلفل كحل، شويه توم بودره، شويه بصل بودره، وشويه كرويه. هذا مكان ونحركوهم بيان، نخلوهم يتقلاو حتى وين يعني يشرب كامل هذاك الماء ديالو. وباردون يا البنات درت لهم شويه تاع الكوري تاع الدجاج. خليته حتى طاب، نقصلوها بتي فو كيما راكم تشوفوا. من داك نحل عليه نحركو. هنا سي بون طابلي او ميم طون. وجدت هنايا صوص بيشاميل، ولكن تكون ثقيله يعني ثقيله. ودرت معاه حوالي 2 علب تاع الطون الويل. الطون بالزيت، تحبوا ديروا وحده تحبوا ما ديروش كيما تحبوا، ولكن الطون يزيد لها يعني بالنار في هذه الفطيره. هذا ما كنخلو كوتي. نولوا العجينه تاعنا. العجينه واش نسحقوا كاس تاع حليب 220 مليلتر يكون دافي، وزدت معاه نص كاس تاع الزيت. انا هاد لو بو تاعي يدي 220 مليلتر. مغرفه سكر، مغرفه خميره تاع خميره المطلوع، يعني تاع خميره الدار، و... وملعقه صغيره تاع الملح. خلطتهم كامل، زدت معاهم كاس تاع فرينه. نخلطو بيان ونخليوه يخمر حتى يخمر هذا الخليط تاعنا باش نجو نزيدو معاه الفرينه. هنا كيما راكم تشوفوا خمر معايا بيان سور. انا سرعت الفيديو، نتوما تخلوه لو طون لي يسحق. نخلطوه بيان، نزيدولو الكاس الاول تاع الفرينه، ندخلوها بيان هكايا بالفوي او ميم طون. نخبطو شويه باش شغل كلي راكي تعجنيه وشنو بالفوي كيما راهو واضح في الصوره يعني. من بعد نبقاو نزيدو في الكاس الثالث. الكاس الثالث انا درت النص ديالو دخلتها بيان. وشنو تقعدوا تقلبوا فيها هكا حتى تدخل فرينه هذيك، يعني ما تعجنوهاش بزاف في الاول. من بعد كملت هذاك النص اللي قعد. هنا جوغ تدخلوا شغل تخرجوا منها الهواء هكايا، تخلوا ومن بعد تنحوها من الغيسيبيون تاعكم. البلان دو طرافاي تشدو حوالي 50 غرام تاع الزبده تكون طريه، يعني مغرفه كبيره هكا تاع ماكله. تدخلوها كامل في هذيك لاباط تاعنا. نعجنوها، ما تخافوهاش تجي مع الاول تكون تتلاصق هكا في لو بلان دو طرافاي. دخلوها بلا عقل بلا عقل، ولا شتوها صعبت لكم رشوا شويه فرينه هكايا نورمال حتى تدخل، حتى تولي لكم ليس، تولي لاباط فريمون ليس كيما راكم تشوفوا تتلاصق، ولكن بسرعه تعاود تشد روحها وتتلم. هنا كيما راكم تشوفوا خرجت لنا عجينه يعني لينه جدا. ندهنوا الغيسيبيون تاعنا بشويه زيت، وندهنوا ميم طون لاباط، ونخلوها حتى تخمر على خاطرها. يعني هاد العمليه كامل بلا عجين بلا بات بلا فرص ما تديلكمش 30 مينوت، يعني تساعدكم خاصه في هاد الايامات تاع الحلوى. شوفوا كيفاش خمرت هنا ما شاء الله، يعني ستون بات سبايدر. فريمون هايله، فيها خيوط هكايا. بون نخرجوا لها كامل هذاك الهواء نديغازيوها. حنا البنات انا خرجت لي زوج فطيرات، يعني في الكيل اللي عطيت لكم يخرج لكم زوج فطيرات.
تاع 8 بيرسون، يعني 8 16. انا وحده كانت راحت لمولاها، وحده خليتها لينا. نديروهم دي بول هكايا، نرشو عليهم فرينه باش ما ييبسوش، ووحده نبداو نحلوها هنا معاكم. رشوها بيان بالفارينه، حلوها ما لازمش تكون خشينه بزاف، حلوها كيما جوغ لا باتا بيتزا كيما راكم تشوفوا، يعني 0.5 هكاك سنتيمتر. من بعد نجيبوا المول تاعنا، ما كلها تدهنوه يعني ولا ما كانش يلصق المول ديالكم. حطوها، ولكن الجناب تاعها يكونوا خارجين على برا، يعني دوك تشوفوا كيفاش نخرج الجناب تاعها. خرجوا الجناب باش كي نزيدو نغطوها، باسكو هاد الفطيره تجي كوفير كيما شفتوها مع الاول. نحبطوا كامل هكا لي كوتين، تقبوها بالفرشيطه باش ما تنفخلناش في الوسط. نعمروا هذيك لافرس اللي كانت عندنا، ولا قعدت لكم شويه بيشاميل. سبقوها يعني من التحت، من بعد زيدوا لافرس تاعكم، سينو شويه كريم فريش. سينو بهذه الطريقه يعني سي سوفيزون، يعني لارجومون سوفيزون، تخرج بزاف بنينه. درت لها هكايا شويه فرomage برك. ما كانش متوفر عندكم الفرomage كيما راهي، طرابيو لها برك فرomage من الفوق، وتغطوها بلا بات تاني. ربيت لها هنا شويه شيدار ولا فرomage بيتزا اللي متوفر عندكم ماشي مشكل. المهم هاد الفطيره فريمون اقتصاديه وبنينه وتسلك، خاصه في هاد الايامات اللي نكونوا مع الحلوى ايتو. هنا لاباط الفوقانيه لازم تكون رقيقه على التحتانيه. من بعد نغطوها، نبداو نلصقوا الاولى مع لا دوزيام بات هكايا، ندخلوا الجناب هادوك، ومن بعد نحو الزوائد، يعني لاباط الزايده كامل نحيها بالرولو هكا، يتعبزوا جوست في الاطراف تاع لو مول ديالكم، يتنحاو فاسيلمون. نعاودو نسقمو كامل هادوك الجوانب ندخلوهم. كيما راكم تشوفوا دخلت كامل هادوك الجوانب، لصقوهم في القالب تاعكم باش يعني الفطيره تاعكم تدي لكم الشكل تاع المول. هنا من بعد يا البنات من الفوق انا حبيت ندير لها، كانت عندي صوصه بيتزا يعني صوص روج. دهنتها هكا شويه من الفوق، وزدت ربيت لها الفرomage. ودخلتها الفوق، يعني بعد ما طابت من التحت شعلت لها تتحمر من الفوق. فريمون يعني تخرج هايله. يعني هذاك كاختيار، يعني تحبوا هكايا، تحبوا ديروا لها كيما درت انا لا دوزيام، دهنوها بصفر البيض، ورشوا عليها شويه ججران شويه سانوج. كيما راكم تشوفوا خرجت ما شاء الله بنينه بزاف بزاف، يعني لي دقائق ولي ما شاء الله. نتمنى تجربوها يعني تفرحوا بها عائلتكم. هنا قسمتها لكم باش تشوفوها لداخل، يعني تخرج خفيفه بزاف بزاف. هنا لحقت انا لافيت على فيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه والطريقه، ونتلاقى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.